ان شاء الله النهارده هنعمل ايس كريم الفواكه الطبيعيه بمكونات معظمها في كل بيت بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم كريمي. عندي كوبايه من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، ما يعادل 150 جرام، يعني كوبايه كبيره هرميه. هضيف عليها كوبايه الا ربع من السكر البودره، ونص كوبايه من لبن البودره. اللبن البودره متوفر في مستلزمات الحلواني، او ممكن تجيب الباكيتات الصغيره الموجوده في السوبر ماركت. نص معلقة من الفانيليا، وعندي كوبايتين من اللبن المثلج، لازم يكون لبن مثلج. وبكده انا عملت القاعدة الاساسية للايس كريم. هخفقها كويس جدا لغاية ما يبقى معايا بالقوام بالشكل ده. ما شاء الله، كوباية واحدة من الكريم شانتيه عملت لي كمية وفيرة جدا. ولازم يكون معايا قوام كده، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. حلو جدا. وبكده انا خلصت اول نوع وهو ايس كريم الفانيليا. هاخد النص كده، والنص التاني هسيبه عشان هقسمه وهضيفه على باقي الفاكهة الموجودة عندي، وهزينه كده بالشوكة كده تديه شكل بس جمالي. وهغطيه بأي غطا مغلق، وعلى طول هدخله على الفريزر بالشكل دوت. طبعا هستخدم اي نوع فاكهة انت بتحبيه استخدميه، ولازم شرط اساسي ان انت تحطيه في الفريزر عشان يتجمد بالشكل دوت. هبدأ اقسم الكريمة بقى عليها. هاخد جزء كده من الكريمة. يفضل ان انتي تعملي كمية الكريمة كلها على بعضها وتقسميها على الفاكهة الموجودة عندك، بيبقى اوفر بكتير غير لما تزودي على كل نوع فاكهة جزء معين من الكريمة. يعني ممكن تحطي نص كوباية لبن بودرة على نص كوباية كريم شانتيه، لا بياخد معاكي كميات كبيرة وهتستهلكي كمية كتيرة. فالأوفر ليكي ان انتي تعملي كمية الكريمة على بعضها، وتقدري ان انتي تقسميها على الفاكهة الموجودة عندك، أوفر بكتير. وبكده خلصنا نوع من النوع التاني هو المانجا. حلوة جدا شايفينها، وبرضو هغطيها بالغطا مغلق وهدخلها على الفريزر. طبعا انا مستخدمتش السكر كتير علشان الفاكهة فيها نسبة سكر، غير في الفراولة انا زودت بس معلقتين من السكر عشان انتوا عارفين الفراولة فيها نسبة مزازة شوية. عايزة تضيفي عسل ضيفي حسب رغبتك. هنعمها برضو كويس جدا. وهنزلها كده طبعا بالبولة كده عندي. وطبعا لو ملهاش اي غطا مغلق تغطيها بالاستريتش راب زي ما هعمل كده، واغطيها كويس جدا. والنوع الرابع اللي هستخدمه هو الكانتالوب او الاناناس، وهضيف له برضو الكريمه. وما ضيفش السكر عشان الكانتالوب عندي كان نسبه السكر حلوه، كان مسكر. بس انا حسيت ان اللون معايا فاتح فضفت لون غذائي اخضر. لو عايزه تضيفي ضيفي، مش عايزه احسبيه كده على وضع عادي يعني، بس عشان يديني اللون الحلو دوت. واخر نوع هنستخدمه هو ايس كريم الشوكولاته. طبعا انا فرزنت الموز، عندي موز وعندي ضفت عليه الكريمه، وضفت عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام. انا استخدمت النوع اسباني، بيدي طعم حلو جدا. هضربهم كويس جدا. طبعا هو اللون اغمق من كده بس هو عشان الكاميرا مفتحاه، بس هو لونه جميل جدا. شايفين بقى الشكل، قوام، بصوا حلو جدا. طبعا شايفين قوامه كريمي ومطاط، وشايفين المطة الحلوة اللي فيه. ده سر الكريمة وسر تجميد الفاكهة. هضيف بقى شوكولات شيبس كده على الوش وهغطيها. طبعا اي نوع ايس كريم لازم يساب ليلة كاملة عشان يكون متماسك حلو معايا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، من كوباية واحدة من الكريم شانتيه عاطية كمية حلوة جدا. حلوة جدا. شايفين انا سبتها بس دقيقتين بس، بقولكوا دقيقتين بس تطلع من التلاجة، وهبدأ ان انا اشكلها. حلوة جدا. هبدأ اجيب بقى مية دافية كده واستخدم فيها معلقة الايس كريم. طبعا احنا زي ما احنا عارفين لازم الايس كريم هو يكون فيها كريمة، يا اما كريمة حلويات يا اما كريم شانتيه. طبعا كريمة الحلويات عارفين انها سعرها عالي جدا، فالبديل بتاعها هو الكريم شانتيه. شايفين بقى القوام الكريمي الحلو ده. انا مفضلش اضيف زبادي، لان بحس ان لو ضفت زبادي مع الفاكهة بحس اني بعمل زبادو مثلج. او لو ضفت نشا وبعمل مهلبية كأني برضو باكل مش ايس كريم. ولا حتى الفاكهة لما تتجمد وتحط عليها سكر او حصوة
وتحط في الفريزر كأنك بتاكلي فاكهة مثلجة. فهي الأفضل والأحسن كريمة تديكي قوام المطاط والقوام الناعم هي الكريمة، والبديل بتاعها هو الكريم شانتيه. حلوة جدا، شايفين الشكل بقى والجمال، حلوة جدا ومتماسكة معاكي، وعملنا كمية وفيرة حلوة جدا. وطبعا احنا عارفين ان الاولاد بيستهلكوا كمية كبيرة جدا في الصيف من الايس كريم. اعملوها وحطوها في الفريزر وطلعوها لاولادكم، هتعجبكم بطريقة حلوة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت حلو عشان يوصل لكم كل جديد، وبالهنا والشفا.